السلام عليكم. ولتحضير طبق اليوم راح نحتاج أولا نطيب الأرز. عندي هنايا نصف كوب من الأرز، يعني حوالي 100 غرام. استعملوا أي نوع أرز يكون عندكم. المهم راح تطيبوه جيدا حتى يولي طري بزاف، تقدروا تقولوا حتى يولي معجن. بالنسبة للأرز تقدروا تضيفوا له غير الملح ولا تقدروا تنسموه بالتوابل. أنا درت الملح، كركم وسكنجبير يعني باش يجيني الأرز بنين. راح نغطي عليه ونخليه يطيب كما قلت لكم، خلوه يطيب جيدا. من بعد نصفيه ونخليه يبرد. من جهة أخرى كنت شويت حبة من الباذنجان، يعني راح نحتاج حوالي 400 غرام. أنا هنا عندي الحبة كانت كبيرة، الوزن تاعها 400 غرام. إلا كان الباذنجان تاعكم صغير ديروا حبتين ولا 3. هنا كما قلت لكم شويتها في الفرن، يعني تشوها في الفرن ولا على الغاز ولا في الاير فراير. أنا دهنتها غير بشوية تاع الزيت ودخلتها للفرن تتشوى جيدا. بعد خليها تبرد ونقشرها وراح نقطعها قطع صغيرة. يعني هنا ما تطحنوش الباذنجان تاعكم، غير بالسكين تقطعوها هكا. نحط هذاك الباذنجان اللي قطعته في طبق وراح نضيف عليه الأرز اللي كان طاب، يعني كما راكم تشوفوه طايب معجن، لازم يطيب جيدا. بعد ما طاب صفيته من هذاك الماء وخليته يبرد. هنا لازم يبرد مليح مليح الأرز والباذنجان، ما ديروهمش هكاك سخونين، لازم يكونوا باردين. بعدها راح نضيف عليهم فصين من الثوم، ديروا فصين ولا 3 من الثوم مفرومين. وراح نضيف أيضا التوابل. هنا راح نضيف الملح، سكنجبير، كركم، فلفل أحمر، قليل من الكمون وقليل من الفلفل الأسود اللي تقدروا تستغنوا عليه. بعدها راح نضيف من 3 إلى 4 ملاعق كبار من لاشابلوغ أو الخبز المحمص المطحون. أنا هنا استعملت الخبز الكامل، يعني حمصته وطحنته. تقدروا تستعملوا أي نوع خبز يكون عندكم، يعني خبز الشعير ولا حتى خبز بدون غلوتين إلا بغيتوهم يكونوا بدون غلوتين. راح نخلطهم جيدا هاد المكونات كامل مع بعض، نعجنهم مليح بهذه الطريقة، يعني باش نتحصل على خليط يكون متجانس ونقدر نشكله بسهولة. إلا كان عندكم الوقت تقدروا تخلوه يرتاح، يعني راح يتشرب وتقدروا تشكلوه. راح نجيب بلاطو اللي يدخل الفرن، فرش عليه ورق الطبخ وندهن هذا الورق جيدا بزيت الزيتون ولا زبدة طبيعية دايبة. هنا ضروري ندهنوه باش ما يلصقولناش كي يطيبوا. ونشكل منهم كريات، يعني يكون الحجم تاعهم بهذا الشكل كيما نشكلو هكا كريات تاع الكفتة. وراح نعاود ندهنهم بزيت الزيتون ولا الزبدة ولا السمن دايب، ندهنهم جيدا بهذه الطريقة يعني باش يتحمروا لنا. وراح ندخلهم للفرن اللي يكون مسخن مسبقا، ونطيبهم على درجة حرارة 200 يعني حتى ينشفوا ويتحمروا من تحت، ونعاود نشعل عليهم يتحمروا من فوق. راح يدوا لكم حوالي 30 إلى 35 دقيقة، يعني راح يطيبوا لكم وينشفوا جيدا. من جهة أخرى نحضر صلصة الطماطم أو صوص طماط اللي راح نطيب فيها هاد كريات تاع الباذنجان بالأرز. هنا في مقلاة ولا طنجرة حطيت زيت الزيتون كما شفتوا حوالي 3 ملاعق كبار، ضفت عليهم شوية تاع الماء، خليت الخليط يسخن. غير يسخن شوية راح نضيف الثوم المفروم. هنا درت فصين، ديروا فصين ولا 3. بعدها غير بهذيك السخانة تاع زيت الزيتون نحرك على الثوم، ما نخليهش يتحرق، يعني غير تحريكة هكا خفيفة. ومن بعد نضيف الطماطم. هنا عندي حبة صغيرة من الطماطم اللي كنت فرمتها ومن بعد طحنتها باش القوام تاعها يكون ناعم. وهنا نكون مخليه النار ناقصة، يعني نخليها على نار هادئة، نغطي عليها ونخلي هذيك الطماطم يعني حتى تتركز. نتحصلوا على هاد صلصة الطماطم كما راكم تشوفوا مركزة وثقيلة. راح نضيف هنايا الملح، فلفل أحمر، وقليل من الكمون اللي تقدروا تستغنوا عليه. نحرك جيدا وبعدها نمرق بالماء الساخن. نضيفوش بزاف الماء، يعني حوالي نصف كوب تاع الماء، ونعاود نغطي عليها ونخليها تغلي لمدة دقيقة ولا دقيقتين، غير تعاود هذيك الصلصة تتجمر وتعقد. وبعدها راح نضيف عليها هذوك الكريات تاع كفتة الباذنجان والأرز، يعني شوفوا كيفاش خليتهم تحمروا وراهم ناشفين وفي الداخل في نفس الوقت خفاف وطريين وبنتهم رائعة. نتمنى تجربوهم، تقدروا تحطوهم هكا مع صلصة الطماطم ولا مع المرق بالحمص. إذا هنا راح نغطي عليهم ونخليهم هكا يتجمروا لمدة دقيقتين ولا 3، ما نخلوهمش بزاف، غير هذيك الصلصة تزيد تعقد ولا هذوك كريات تاع الكفتة يتشربوا من هذيك الصلصة. أنا هنا في الأخير ضفت عليهم الجبن وهذا اختياري،
تقدروا تستغناو عليه وديروا غير صلصة طماطم وحدها. أنا درت موتزاريلا وضفت أيضا أعشاب عطرية، ضفت السيبولات يعني نزينو بها وفي نفس الوقت تضيف لي بنة، ويكون هذا الطبق تاعنا جاهز. كريات الباذنجان بالأرز اللي جاو طريين وبنتهم روعة روعة روعة، يعني صدقوني كي ياكلوهم راح يحسبوا فيهم الدجاج ولا فيهم اللحم من كثرة اللي بنان وطريين، يكونوا هكا مشربين من هذيك صلصة الطماطم. غير جربوهم، متأكدة راح يعجبوكم. وهنا نكون وصلت لنهاية الفيديو، نقولكم بسلامة، تهلاو في روحكم وفي صحتكم. تلاقوا فيديو آخر ووصفات جديدة بإذن الله، والسلام عليكم.